خلينا نتكلم في الفيديو ده بشكل عقلاني شوية. فكرة المكسب بالدولار دي، الدولار ده اسمه ايه؟ عملة صعبة يعني. صعب انها تيجي من اسمها كده، هي اسمها كده، عملة صعبة. مش منطقي كم الناس اللي ممكن تطلع تسهل لك الدنيا ويكسب بالدولار، يكسب بالدولار، الدنيا سهلة، الدنيا حلوة. ده كلام مش منطقي. احنا بنقول عملة صعبة ولكن الموضوع مش مستحيل. خليني في الفيديو ده اشرح لك ازاي تقدر تقوم بيزنس كامل يدوم سنين في مجال الترجمة عن طريق فكرة الكسب المحترم بالدولار. يا سيدي هتيجي تقول لي في دولار في المجال، اقول لك في دولار في المجال. بيجي ازاي بقى وايه متطلباته وازاي اقدر ابني شكل البيزنس ده بصورة سليمة؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في حلقة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم على حضراتكم. أعرفكم بنفسي، أنا محمد يوسف، وأهلا بكم في حلقة جديدة بنتكلم فيها النهاردة عن مجال الترجمة وعالم العمل الحر. كلامنا النهاردة زي ما قلنا في المقدمة هيبقى عن فكرة الدولار في مجال الترجمة، هل هو مش موجود ولا موجود، ومين هم العملاء بتوعه. فيلا بينا نستهل الحلقة ونتكلم مين هو العميل الأساسي في مجال الترجمة بالنسبة لنا كمترجمين وكشركات ترجمة. عاملنا الاساسي يا سيدي في مجال الترجمه هو شركات الترجمه الاوروبيه، او بيطلق عليها باللغه الانجليزيه الام ال في او المالتي لانجويج فيندور. شركات اللي بتقدم خدمات لغويه متعدده. طيب تقول لي ايه الميزه في مصر مثلا او في الدول العربيه عشان خاطر يبتدوا ان هم يعرضوا عليهم يعني تعالوا ترجموا لنا الشغل ده ويكسبوا مننا بالدولار؟ هقول لك ان الفكره متعلقه باولا الجوده، ثانيا بالقوه الاقتصاديه الدوله اللي فيها شركه الترجمه الاوروبيه. اقول لك يعني طب البروسيس بتمشي ازاي او الدنيا بتمشي ازاي؟ هوضح لك. معايير الجوده بتفرض الاتي: ان النهارده لو احنا في المانيا وعندك مثلا القوى الصناعيه العظمى اللي في المانيا زي مرسيدس، زي بي ام دبليو، زي ساب تكنولوجي، زي سيمنز، قرروا ان هم يقدموا منتجات جديده للوطن العربي كله. فبيعملوا ايه؟ فبيروحوا ليه مثلا شركه ترجمه المانيه خاضعه لقوانين الدوله ونقدر ان احنا نتعامل معاها، او شركه ترجمه عالميه ليها وضعها وليها اسمها وليها كيانها، وهنيجي للنقطه دي بالتفصيل. ولكن يعني سواء شركه ترجمه المانيه او شركه ترجمه عالميه كبيره بيروحوا يقولوا لهم احنا عايزين نترجم الشغل بتاعنا او نصدر الشغل بتاعنا الوطن العربي، فبالتالي عايزين المنتجات دي تتعمل باللغه العربيه. طيب لما نيجي نقول هنعملها باللغه العربيه، اللي بيحصل الاتي: تاخد شركه الترجمه الشغل ده وتبتدي انها تدور على مترجمين يتحدثوا اللغه العربيه. تقول لي طيب ما هو ماشي، طب برضه يعني مش شايفها ميزه قوي، ممكن اي حد مثلا بره عارف عربي يترجم. اقول لك ثواني، في حاجه او في قاعده ثابته عن شركات الترجمه بموجب معايير الجوده اللي احنا بنتكلم فيها، اسمها نيتيف سبيكر. نيتيف سبيكر او المتحدث باللسان الاصلي للغه. يعني لو النهارده الشركه دي عايزه تطلع شغل صيني هتروح تدور على شخص صيني تقدم له الشغل ده وتقول له ترجمه لنا للغه الصينيه، لان المتحدث الاصلي للغه. مش هتروح تدور على الشخص المصري المقيم في مصر واللي عارف صيني بشكل كويس. وما ينطبق على الصيني ينطبق على اللي بيتكلم باللغه العربيه، سواء كان مصري او من اي دوله عربيه شقيقه. طيب بموجب معايير الجوده كده احنا فهمنا ان ده هم بياخدوا الشغل ويدوه للمصريين علشان خاطر يشتغلوا معاهم. طيب ده برضو يعني يشير الى ايه؟ يشير الى ان فكره الترجمه بشكل عام هي عامله زي ملح الاكل كده اللي داخل في جميع الصناعات. كل الصناعات اللي هي وكل الخدمات اللي هي بتنقل الى العالم العربي بشكل عام، او احنا حتى كنسبه مشاهدين ومتابعين عرب بنستخدم مثلا خدمات تكنولوجيه زي مايكروسوفت، زي حتى ويكيبيديا، زي جوجل. الكلام ده كله لازم ينقل الى اللغه العربيه علشان يستهدفوا الشريحه العربيه الكبيره على مستوى العالم. فزي ما بقول لك الترجمه عامله زي ملح الاكل اللي داخل في الطبخه دي كلها. وهنا بقى عندنا سؤال مهم جدا بقى، نتكلم عن ما هي المؤهلات المطلوبه علشان خاطر تقدر انت كمترجم عربي تشتغل مع شركات الترجمه الاوروبيه دي. اولا تبقى انت فعلا قمت بتقديم خدمه الترجمه بالفعل واشتغلت مترجم على الاقل سنه او سنتين خبره. تقول لي طب حتى لو انا عامل كارير شيفت، يعني انا كنت دكتور او مهندس وغيرت المجال بتاعي ودخلت مجال الترجمه واشتغلت سنه سنتين، اقدر اقدم؟ اقول لك تقدر تقدم. اوقات كتيره بيبقى هم بيحددوا بس ان انت معاك درجه البكالوريوس او ان انت حاصل على شهاده المؤهل عادي وقمت بالترجمه بالفعل وعندك سابقه اعمال كويسه. لو انت يعني اشتغلت مترجم مثلا مع شركات لوكاليزيشن جوه مصر، وانا بنصحك ان انت تشوف الفيديو اللي فات عن الفرق ما بين شركات الترجمه وشركات اللوكاليزيشن عشان تعرف اكتر ما هو المقصود بشركه اللوكاليزيشن تحديدا.
نقطة كمان مهمة، فكرة المهارات التقنية. يعني في حاجة اسمها الكات تولز أو الكمبيوتر اسيستنت تكنولوجي، اللي هي البرامج اللي بتساعد على عملية الترجمة بشكل متقن أكتر. أوقات كتيرة شركات الترجمة بتطلبها، أو على الأقل على الأقل تكون أنت مثلا شاطر في التعامل مع مايكروسوفت وورد وإكسل وباوربوينت، اللي هو الأوفيس بشكل عام، أنت بتعرف تشتغل عليه كويس. لان بعض المترجمين يقول لك يا عم انا ما بعرفش اشتغل مثلا على البي دي اف فايل، ملفات البي دي اف لا مش بتاعتي قوي، لا انا مش شاطر في الاكسل، والله لو جالي شغل على الاكسل ترجمه ما بعرفش اشتغل عليه. فلازم تقدر ان انت تأدي على المايكروسوفت اوفيس بشكل سلس وكويس. اخر نقطه في الجزئيه دي، عايز اقول لك ان التخصص مهم جدا، لازم يكون انت شغال في تخصص مطلوب بره اكتر. بمعنى ان التخصصات المطلوبه بره على سبيل المثال الاي كوميرس، التجاره الالكترونيه، هتلاقي ان الترجمه التقنيه سوفت وير والهاردوير مطلوبين جدا بره. اللايف ساينس او الترجمه الطبيه بشكل عام مطلوبه جدا جدا. وسهل جدا جدا انك تتعرف على اي تخصص للشركه من خلال الموقع الرسمي. يعني على سبيل المثال انت هتعمل الاتي، هتفتح مثلا شركه اكس واي زي في المانيا مثلا، وهتعمل الاتي، هتدور على السيرفيسز او اللانجوجز، الخدمات واللغات، هتشوف هي بتقدم خدمات ايه في الترجمه، وهتبص انواع الترجمه اللي هي بتقدمها مثلا، وهتبص اللغات اللي هي بتقدمها، بتقدم عربي تمام، طيب بتقدم مثلا ترجمه قانونيه او ترجمه طبيه، وانا التخصص بتاعي طبي، فاقدر ان انا اقدم عن طريق الايميل المدرج في الكونتاكتس او خانه التواصل في الموقع الرسمي للشركه. ده بشكل مبسط متطلبات الشركه. طيب هل في طريقة تانية اقدر اوصل للشركات دي غير الموقع الرسمي، ان انا اعمل سيرش على جوجل وابتدي ادور وبعدين اشوف الشركة دي وضعها ايه، بتقدم عربي مش بتقدم عربي؟ اقول لك ممكن تدخل على لينكد ان تحديدا، مش الفيسبوك ولا اي منصة تانية، لينكد ان تحديدا، وتبتدي انك تضيف الفندور مانجرز او الناس او المتخصصين في ادارة الفريلانسرز بشركات الترجمة الاجنبية. الكلام ده برضو انا شرحته في الفيديو اللي فات، هسيب لك اللينك بتاعي بتاع الفيديو اللي فات في الديسكربشن علشان تقدر ترجع له لو حبيت. لازم تتواصل مع الفندور مانجرز مثلا، وتبتدي انك تضيفهم على لينكد ان وتشوف متطلباتهم الوظيفيه، عايزين مشاريع عامله ايه باستمرار، لحد لما تلاقي ان هم طالبين المؤهل بتاعك والمستوى بتاعك فتره من الفترات، زي ما هو معروض كده دلوقتي حاليا على السكرين، بيبقى ده الشكل العام للمشاريع اللي بتعرض. فيبقى كده احنا عندنا وسيلتين، وسيله البحث عن طريق الموقع الرسمي، او البحث عن طريق لينكد ان، انك تضيف الاشخاص المتخصصين اللي بيعرضوا الوظائف بتاعه الشركات بتاعتهم، وتبتدي عمليه التقديم. هتقول لي بقى كلمني اكتر عن عمليه التقديم بقى، ايه اللي بيحصل فيها وكده. هقول لك يعني الموضوع ده يطول شرحه بصراحه وعايز فيديو منفصل، ولكن البروسيس او العمليه بتتم كالاتي: انت بتقدم على حسب الوظيفه المطلوبه، بيجي لك ايميل يقولوا لك فيه انت تمام والله السي في بتاعك مقبول بشكل مبدئي، فهنبعت لك اختبار بيبقى عدد كلمات 250 500 كلمه على حسب عدد الكلمات اللي المفروض انك تترجمها في التخصص بتاعك، ترجمها وتبعت لهم. بعد ما تبعت لهم بتنزل حاجه اسمها تقييم، او بيتم تقييم التيست بتاعك، الاختبار بتاعك، وبعد كده بتنزل بقى ويتنج ليست، بتتحط فيه قوائم الانتظار لحين ما يجي مشروع يناسب المؤهل بتاعك. بعض الشركات بتبتدي شغل مباشره، بعض الشركات ممكن ان انت تنتظر فتره طويله في الويتنج ليست على حسب قائمه المترجمين المدرجين وعوامل التنافس بقى، ومدى قوه السي في او السعر بتاعك بالدولار. طيب سؤال مهم جدا، وحده القياس بتاعتي بالدولار هتبقى عامله ازاي؟ في شركات الترجمه بره اقول لك ان انت بتتكلم كل 1000 كلمه، يعني بنتكلم مثلا 30 دولار كل 1000 كلمه، 50 دولار كل 1000 كلمه، اكتر او اقل، ده على حسب الشركات اللي انت بتتعامل معاها، على حسب القيمه اللي انت بتعرضها، وعلى حسب احيانا البادجت او القيمه الماليه اللي هم بيحددوها للمشاريع بتاعتهم. طيب سؤال تاني مهم بخصوص المنصات، طب كده انت بتكلمني على شركات الترجمه اللي بره مصر، ماذا عن المنصات؟ اقول لك المنصات ده شغل تاني. يعني في بعض المنصات المتخصصه فقط في عمليه عرض مشاريع الترجمه، زي منصه اسمها بروز. تخش على بروز، تعمل حاجه اسمها براوز جوبز على حسب الكواليفيكيشنز او حسب التخصص بتاعك، تبتدي تشوف المشاريع المعروضه عليها وما يناسبك، والموقع نفسه بيحدد لك ايه المناسب ليك وايه مش مناسب ليك. وان شاء الله هنعمل فيديو
قريب عن بروز وكيفيه استخدامه بالنسبه لفكره مشاريع الترجمه بشكل عام. لكن عامة فكرة المنصات زي ما بقول لك مش هو الارتكاز الفعلي، يعني الارتكاز بتاعنا في شغل الترجمة مش انك تاخد مشروع وخلاص بقى انت وبختك، هي حد بقى هيعرض عليك تاني، حد هيعرض عليك تالت. لا، هو الفكرة في الشغل بتاع الترجمة كبزنس مستمر على مدار سنوات، ان انت بتتعاقد مع شركة، بموجب التعاقد بتحصل على مشروع قد يمتد شهر 2 3، قد يمتد 3 4 سنين، بتكرار الشركات. لو انت ربنا رزقك يا رب ووسع عليك وعلينا جميعا باربع 5 شركات 6 شركات 10 شركات، الفلو او حجم الاعمال متواصل ومكمل معاك، مشروع رايح مشروع جاي. بعدين لقيت الدنيا ابتدت تهدى شويه والعملاء يعني مهديين اللعب شويه، فبتبتدي تقدم في شركات تانية فتكسب شركات اكتر، شريحه عملاء اكبر، فربنا يكرم. بص تلاقي ان هنا انت عندك بيزنس هو قائم على مدار سنوات. الشركات بتتعامل معاك عن طريق مدير مشروعات، ومدير المشروعات بيبعت لك، خلاص هو عرفك واوتوماتيكلي او بشكل تلقائي بيبتدي انه يبعت لك المشروعات اللي عنده من اللغه العربيه واحده واحده، لو في اي تعليق بيتكلم معاك. وبكده نبقى اتكلمنا على فكره بيزنس بشكل كامل. احنا ما اتكلمناش على فكره منصه ومشروع وخلصنا، لا، احنا بنتكلم انك مع شركة ترجمة انت مستقر معاها، الوضع مكمل اكتر من سنة، ان شاء الله تكون بتكسب كويس، فرق العملة يكون مرضي بالنسبة لك، وربنا يرزقنا جميعا كل خير. وبس يا سيدي، ده كان كل شيء في حلقة النهاردة، عشان ما اطولش على حضراتكم اكتر من كده في الشهر الكريم. لو حد عنده اي تعليق، اي استفسار عن حلقة النهاردة، يا ريت يسيبها لي في التعليقات. نصيحة، يا ريت تشوف الحلقة اللي فاتت عشان تعرف الفروق بشكل افضل ما بين شركات الترانسليشن وشركات اللوكاليزيشن، وتعرف ان شركات اللوكاليزيشن ما ينطبق على الشركات جوه مصر ينطبق على الشركات بره مصر. في الختام، شكرا جزيلا، ونشوفكم على الف خير ورمضان كريم مرة تانية. السلام عليكم.